إيران بتستلم الشيفت الليلي. خلاص بقى الأمور واضحة إن إيران ملهاش علاقة بالشيفت بتاع النهاردة، هو الشيفت بتاعها بيبدأ بالليل، الضرب بتاعها بيبدأ، وإسرائيل فيها ظهر من الضرب بتاع إيران وفي الخليج، وبتضرب في البحرين، وبتضرب في الكويت. وبمناسبة الكلام على الكويت، الشاب المصري اللي هو كان طالع بيتكلم، راجل شغال هناك وبياكل عيش، فبيتكلم يعني بحسن نية في البلد اللي هو بياكل فيها عيش يعني، فبيقول انا ممكن اساعد لو في دور ان هو يقوم بيه ان هو يساعد يعني. طلع عليه الشباب هناك في الكويت قطعوا فيه تقطيع على اساس ان الواد ده كان نيته سيئة، وان هو كان بيحكي من منظور تاني وتالت ورابع، والواد كان بيتكلم باين عليه ان هو بيتكلم كده بتلقائية كده وبحسن نية. فاحنا عايزين نقول له فعلا انت ما كانش ليك حق ان انت تتكلم في الكلام ده، ولا اصلا تعرض خدماتك، ما حدش طلب منك خدماتك. القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد وجاهزة لكل شيء، وهم عاملين جميع الخطط لجميع الحالات، فانت مالكش دور ان انت تتكلم. فان شاء الله برضو القوات المسلحة الكويتية تعرف تتصدر الامر، وباذن الله تعالى ما نجيش في يوم من الايام نلاقي شارع فيصل يبقى فيه اللاجئين الكويتيين، لان احنا بصراحة اكتفينا، وصراحة يعني فاض بينا الكيل من اللاجئين من كل الدول يعني. فمش عايزين بأمانة يعني، مش عايزين يبقى فيه كمان شارع فيصل كمان يجي فيه اللاجئين الكويتيين، مش عايزين كده والله. وهم ان شاء الله قد المسؤولية وقد الدفاع بقواتهم المسلحة عن بلادهم.